السعديون. من الصعود للسقوط المدوي. قبل الحديث عن السلالة السعدية لابد من التطرق إلى الفترة الزمنية الفاصلة بين السعديين والمرينيين، حيث حكم المغرب الوطاسيون المنحدرون من أحد فروع قبيلة زناتة الأمازيغية، إذ كان ظهور الوطاسيين في القرن الثالث عشر للميلاد مع أبناء عمومتهم المرينيين، وشاركوهم في حكم المغرب الأقصى لفترة طويلة، لكنهم سرعان ما انقلبوا على المرينيين وأسهموا بالإطاحة بدولتهم، ورغم أن معظم قادتهم قضوا في مذبحة دبرها لهم المرينيون، إلا أنه نجا أخوان اثنان من المذبحة، أحدهما محمد الشيخ المهدي الذي تمكن من أن يستولي على الحكم عندما دخل فاس سنة 1472 للميلاد. وبمجرد وصول الشيخ الوطاسي إلى فاس وقبل أن يستولي على المدينة، تعرضت مدينة أصيلة وكثير من سواحل المغرب للغزو البرتغالي، وكان على سلاطين الوطاسيين المتعاقبين أن يقودوا حملات عسكرية ضد البرتغاليين، مع القضاء بالوقت ذاته على الإمارات الصغيرة التي استغلت ضعف السلطة. فلم ينتبه الوطاسيون إلى أن الخطر الحقيقي كان يمثله السعديون، الذين بدأوا في شن حملاتهم انطلاقا من الصحراء ليسقطوا آخر السلاطين الوطاسيين سنة 1545 للميلاد أثناء إحدى معاركه معهم، ويبدأ بعدها حكم السعديين للمغرب ليعود بالمغاربة لنقطة البداية. فكما جاء الأدارسة وحكموا بلاد المغرب بإعطاء نفسهم قدسية مستمدة من نسبهم إلى آل البيت، إذ يرجع نسب الأشراف السعديين إلى سلالة من الأشراف ينتسبون إلى محمد النفس الزكية العائد بنسبه للإمام علي بن أبي طالب. وتشير مصادر التاريخ إلى أن السعديين ينتسبون لآل البيت في الحجاز بالجزيرة العربية، وتحديدا لأشراف ينبع التي نزح إليها بعض من الحسينيين وسكنوها بدلا من المدينة المنورة، إلا أن مصادر أخرى تعود بنسبهم إلى بني سعد بن بكر من هوازن، الذين منهم حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعرفون بالسعديين بحسب هذه المصادر. إلا أن السعديين لم يتخذوا هذا النسب ولم يكن لهم في سجلاتهم، بل يبقى الرأي التاريخي الشائع بنسبهم إلى آل البيت. وعن وصولهم للمغرب يقول مؤرخون إن مطلع القرن الرابع عشر الميلادي شهد نزوح أجداد السعديين من ينبع نحو منطقة وادي نهر درعا بلاد السوس جنوب المغرب، حيث بدأوا في نشر دعوتهم عن طريق الفرق الصوفية. حينها وجد كثير من المغاربة في محمد القائم السعدي صفات الشخص الذي من الممكن أن يقودهم ضد البرتغاليين والإسبان، فأرسلوا في طلبه من درعا فجاء إليهم. وما أن انتهى اجتماع فقهاء المصامدة وشيوخ القبائل حتى تمت مبايعة محمد السعدي سنة 1510 للميلاد، ليتم تسميته بالقائم بأمر الله، فبدأ بذلك حكم السعديين. وكانت بداية حكم السعديين بحشد جيش من القبائل الموالية لهم والتوجه إلى مدينة تارودانت، حيث تمت السيطرة عليها وعلى حصنها، ومعها انطلقت المعارك ضد الإسبان والبرتغاليين الذين هاجموا بلاد السوس مستغلين ضعف الدولة الوطاسية. إلا أن هذه المعارك لم تشغل محمد السعدي عن تثبيت حكمه بالمغرب، حيث أرسل أولاده الثلاثة للطواف في أنحاء البلاد لدعوة الناس وتعريفهم بالدولة الوليدة، مع تجنيد مقاتلين وتحويلهم لقوة عسكرية في الداخل لحماية الدولة وشن الحروب على حكام المغرب الوطاسيين، إضافة للأوروبيين
ما مكنهم من السيطرة على مراكش سنة 1525 للميلاد، ثم أكادير سنة 1541 للميلاد بعد طرد البرتغاليين منها، وأخيرا دخلوا فاس سنة 1549 للميلاد بعد أن قضوا نهائيا على الوطسيين، ليتوجهوا بعدها إلى توطيد دعائم الملك وفرض الأمن في البلاد. ثم كان للسعديين القضاء على التواجد البرتغالي فوق أراضيهم عام 1578 للميلاد بعد انتصارهم في معركة وادي المخازن القصر الكبير. في هذه المعركة التي بدأها ملك البرتغال سيبستيان بن يوحنا، كان يحاول القيام بحملة صليبية للسيطرة على جميع شواطئ المغرب، وعرفت هذه المعركة باسم معركة الملوك الثلاثة، حيث لقي خلالها 3 ملوك مصرعهم، وهم الملك المخلوع محمد المتوكل، والملك أبو مروان عبد الملك حاكم المغرب، وملك البرتغال سيبستيان. وبعدها ورث أحمد المنصور العرش السعدي في فاس بعد أن أثبت انتصار السعديين قوتهم السياسية والعسكرية في كل المغرب ومنطقة الحوض الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.